الحمد لله الذي قدر كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية، أمامكم جماعة من المسلمين، وهي جماعة من المتضررين، وهي جماعة أعمى ومكفوفين فقدوا بصرهم بمرض أو بالشيخوخة، وها هم الآن بحاجة ماسة إلى من يساعدهم، مع أن كل واحد منهم عيال ولا يطيقون سد حاجتهم وحاجة أسرتهم. فجزى الله خيرا لكل من في جمعية السلام الخيرية في دنمارك لمشاركتهم في معاناة هذا الشعب المسكين التي أدركتهم المجاعة والحروب المدمرة. وثانية، نقول لكم شكرا لكم على ما قدمتمونا، وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين عامة. فعلينا أيها الإخوة أن نستقبل بوجه بشوش تظهر عليه ملامح الطموح والبشارة، فنسأله سبحانه ثم منكم دوام إعانة المساكين والمتضررين، خاصة الأعمى إن شاء الله. وأخيرا أقول لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. هذا والله يرعاكم ويحفظكم ويسدد خطاكم. وأسأله سبحانه المغفرة لأخينا حسن أبوكر حسن أفكري لتعلقه معنا مع الأعمال الخيرية، وندعو الله له بالخير والبركة. وأخيرا أشكر لجمعية السلام الخيرية بمساعدتها الناجحة. وأيضا أوصيكم بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، وأوصيكم بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية. وأيضا أوصيكم بقوله صلى الله عليه وسلم: تصدق ولو بشق تمر. اللهم بارك لكل القائمين بهذا العمل الخيري، باركم الله فيكم وفي كل من يسعى في عمل الخير، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونختتم البرنامج بنداء وبدعاء أحد المكفوفين، وهو عبد النور فودي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نحمد الله العظيم الذي قدر لنا اليوم أن نأتي في هذه البقعة المباركة لنتلقى المعونة والمساعدة التي أتت إلينا من إخواننا هيئة السلام الخيرية، عن طريق جمعية السلام الخيرية، عن طريق جمعية النهرين الخيرية. نشكر الله أولا، ثم نشكر هؤلاء المحسنين الذين تفضلوا بمعاونة هؤلاء المكفوفين المتضررين. ولا شك أنكم على علم بأن الظروف القائمة في بلادنا الصومال، القحط والحروب الدامية والنزاع، فكل هذه قد عمت البلاد
وكانت لها أثر أليم على كثير من السكان، وبخاصة المكفوفين الذين ليس لهم قوة ولا يستطيعون حتى على الأقل أن يهربوا من هذه المدافع والقنابل أو يذهبوا إلى أماكن أخرى. ولذلك نرفع إليكم نداء أن تقدموا لنا معونة أو دعم دائم منكم أيها الإخوة من هيئة الجمعية الخيرية السلام، جمعية السلام الخيرية وجمعية النهرين الخيرية طبعا. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يضع في كفة ميزانكم في يوم القيامة، وأن يغفر لكم ويرحمكم ويدخلكم الجنة. اللهم يا رب العالمين بارك لهم في أرزاقهم. اللهم يا رب العالمين بارك لنا أيضا فيما قدموا لنا من خير، فكل ما أتى إلينا ما ليس إلا منك يا رب يا الرحمن. ونحن نشكر هؤلاء لأن الذي لا يشكر الناس لم يشكر الله، والحمد لله رب العالمين. ونرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المعونات مستمرة دائمة، لأن المكفوفين لا يستطيعون أن يعملوا أو أن يجدوا قوتهم اليومي، وما ينفقون فيه أولادهم نفقاتهم اليومية أو التعليمية. ولذلك نرجو من الله تعالى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا على الخير والبركة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خيرا. كان هذا أحد المكفوفين. وندعو أيضا أحد المكفوفين يدعو الله لنا، ألا وهو عبد الناصر علي عبد الله. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون